تعالوا نعمل كاسات الرمان اللي بناكلها في محلات العصير. حلوة جدا وسهلة جدا واصح والذ مليون مرة، لان طبعا في المحلات بيحطوا عليها الوان صناعية وحاجات غريبة كده. فتعالوا نعملها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة. صلوا على النبي كتير واعملوا لايك واشتراك لو لسه مش مشتركين. انا اسمي خالته هند. في الاول هجيب الرمان هفرفطه طبعا بالطريقه اللي انتوا تحبوها، وبعد كده هجيب كيس من الجيلي الاحمر طبعا على حسب كميه الرمان. يعني قولوا مثلا ده كيلو متفرط، هحط له باكو من الجيلي، باكت واحد بس. وهحط له كمان كوبايه من السكر، والسكر ده حسب الرغبه، يعني تقدروا تقللوا او تزودوا او تحطوا عسل ابيض براحتكم. حطيت السكر وهحط يدوب شويه ميه صغيرين يدوبوا معايا الجيلي والسكر، وهاخدهم بقى اقلبهم تقليبه حلوه. بصوا الجيلي عمل لون حلو ازاي في الرمان، من غير الوان صناعيه ومن غير حاجات وحشه احنا مش عارفين هي ايه. هقلب بقى الجيلي مع الرمان مع السكر، وهسيبه في التلاجة نص ساعة، ساعة الا ربع ساعة زي ما تحبوا، لحد كده ما يتشرب من السكر والجيلي وطعم الفراولة. بعد كده هطلعه هلاقيه نزل ميته كده وتشرب من الطعم كله. هعبيه بقى في كاسات او في اطباق زي ما انتوا عايزين. قدموه بألف هنا وشفا، حاجة صحية ولذيذة، وكمان جيلي الفراولة مخلي الرمان طعمه حلو جدا. جربوه بألف هنا وشفا، جربوه وقولوا لي رأيكم ايه. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك لو لسه مش مشتركين. بحبكم جدا في الله. صلوا على النبي كتير. مع السلامة.